بليلة عفيف. بليلة عفيف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الرئيس، سيد الوزير الأول، السادة الوزراء، إخواني وأخواتي النواب، الأسرة الإعلامية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن مناقشتنا اليوم قانون المالية تنبني على هدفين اثنين: أولا كيف ننقذ الاقتصاد الوطني وننعشه، وثانيا كيف نحسن القدرة الشرائية للمواطن. وعليه فإننا نسجل الملاحظات التالية. لاحظنا أن التحويلات الاجتماعية قد انخفضت بشكل لافت للانتباه، ولو توضح لنا لماذا حدث هذا؟ لأنه حتى عملية التحول يجب أن لا تكون بصورة مفاجئة ما لم توضح آليات الدعم. ثانيا لاحظنا أيضا إلغاء الرسم على النشاط المهني عن شركات الإنتاج وتخفيضه بالنسبة لأنشطة أخرى، وهو رسم يحصل جله لصالح الجماعات المحلية. كيف يمكن تعويض الفاقد؟ ونحن نطلب من الجماعات المحلية أداء الأدوار أكثر. ثالثا إخضاع عمليات بيع السكر للرسم على القيمة المضافة بدواعي الحفاظ على الصحة العمومية. كان لابد من هذه الحجة التي تؤدي آليا إلى رفع السكر الأبيض، توفير الأنواع الصحية من السكر والتي لا وجود لها في السوق الجزائرية، مثل السكر الأحمر على سبيل المثال. كما أطرح التساؤل بخصوص الأشخاص الخاضعون لنظام الضريبة الجزافية الواحدة حسب المرجع ب 94/03 المؤرخ في 31/12/1994 المتضمن قانون 1995 المادة 74 منه، التي ابتداء من 2007 أصبحت تطبق بنسبة 50% على الجنوب الكبير، وتجدد كل 5 سنوات، التي عدلت في نوفمبر 2019 وأصبحت تطبق بنسبة 100%، وهو من انعكس سلبا على التحصيل الضريبي ودفع إلى التهرب الضريبي بالنظر لما يعانيه التجار في الجنوب من أعباء زائدة تقتضيها طبيعة المنطقة. كما أن المادة 189 التي أسست منحة للبطالة، والتي ذكر الوزير أن من يستفيد منها الفئة العمرية من 19 40 سنة، طبعا نطالب برفعها، والتي أرجأت شروط الاستفادة منها وغيرها إلى التنظيم كالعادة. نحن نسعد لما تكون هناك منحة للبطالين، ولكن بالله عليكم هذه تاع التنظيم، أنا ماذا بيا لما يجي أي قانون تكون الصورة واضحة عندي، تكون الصورة ذهنية، مش نحيل كل مرة مادة على التنظيم وأنا منيش عارف آلياتها ومن بعد أنا ما نعرفش نصوت ولا ما نصوتش. أيضا في نفس السياق عمال الشبكة الاجتماعية، نضل كاع الناس راهي تكلمت، والله غير راهم يبكوا وراهم يشكوا لينا وناسلوا كاع النواب. يا ودي يا جماعة حمال ديكم يا ودي دمجوهم، وإلا ما دمجتوهم نطلعوهم ونديروا لهم راتب على الأقل يكون راتب محترم. أيضا الصندوق الخاص بتنمية مناطق الجنوب FSDRS حساب التخصيص الخاص المشار إليه بالرقم 089-302. هذا الصندوق والله ما فهمت الحالة بكل صراحة نتاعو، حيث يعتبر متنفس حقيقي لولايتنا أضرار الجنوب الكبير. الآن ناس مقاولين راهم خدموا وبناوا مدارس ومؤسسات ومنشآت، ولحد الساعة ما خلصوش. المؤسسات بونص والمقاول ما خلصش، والسبب لواش تتعلق برخصة من الوزير الأول، والرصيد المشكلة كاين. وحسب ما تناهى إلى علمي أنه آخر رخصة مدى الوزير في جويلية 2020 التي جاءت الرخصة، حتى الآن لم تأتي هذه الرخصة التي تخص تحويل الرصيد من 2020 إلى 2021. والمشكل أن الصندوق راح يحول إلى صندوق تسير عمليات الاستثمار المسجلة بعنوان ميزانية تجهيز الدولة وتطوير مناطق الجنوب والهضاب العليا. وهل عام لا يحل المشكل؟ والله غير المقاولين راهم حبسوا والله غير راهم يشكوا. يا جماعه ديروا لنا حل في اقرب وقت، عام ما تحلش المشكل، هذا لا يليق بالدوله الجزائريه. وعلى ايضا توجد نقطه مهمه راها عندنا حاليا في مجال الكهرباء. 12,000 كيلووات فقط تستفيد من الإعفاء سنويا، وأي استهلاك فوقها يسدد بنسبة 100%، وأغلب العائلات تستهلك هذه النسبة في ثلاثي فقط، بعدها تصبح في العادي. وأنتم على دراية باللي الحرارة زادت حتى هنا في الشمال وزادت، لذلك زاد معها الاستهلاك. لذلك نطلب ورجاء، والله اللي درتوه راح الناس تحب لكم رجليكم وتحب لكم ريوسكم وتحب لكم كل شيء، طلعوها لأين؟ إلى 15,000 واط وتكون لكم كل خير. نقطة أخرى بخصوص اعتمادات برامج التجهيز التي نراها منخفضة،
ولا بد من رفعها، ولا توجد دقة ووضوح في عرض المبالغ ولا العمليات المعنية، كمثال وزارة الطاقة في ميزانية التجهيز ذكر كهرباء المحيطات الفلاحية في الجنوب. من المفروض كم المبلغ المخصص لها، لأنه قد يخصص لها مبلغ زهيد جدا ولا توجد طريقة لإلزامه. أيضا على أي أساس تستفيد ولاية أكثر من الولاية الأخرى، كتحديد معايير للتوزيع، كنسبة تغطية الكهرباء أو نسبة الإنتاج. وفوق كل هذا المفروض تحديد مخطط يحدد نسبة استفادة كل ولاية من مشاريع التجهيز. ومن ملاحظاتنا أيضا أننا نبحث عن تنوع الاقتصاد بعيدا عن المحروقات، ولعل الفلاحة هموة. لذلك رجاء اتركوا الفلاحة تنبت بهدوء، خلوها تنبت بعدها وبعد عاد نولوا نقطفوا الحالة. أيضا ولا بد هذا الاقتراح المادة 36 متعلقة بالإعفاءات، نقترح الإعفاء الكلي ولا بشكل كبير جدا. أيضا شيء جميل جدا أن المادة 90 المعدلة متعلقة بإعفاء التذاكر، نطالب أيضا بمراجعة شاملة للأسعار. وأختم بأنه إذا لم تتم المسارعة إلى رقمنة القطاع المالية ومنها الضرائب سنبقى نعاني ولن تكون لدينا قاعدة معطيات حقيقية نستطيع بها استشراف الأوضاع. ومطلبين على عجل: زيادة ميزانية الصحة، وأيضا تعبئة الطرقات بحاجة إلى الأموال. أعطونا الدراهم سيادة الوزير. اللهم اصلح حال بلادنا واصلح أمورنا، والسلام عليكم. شكرا سيدنا، بارك الله فيك.